2023 سالت وهذه كانت اهم الاحداث اللي فيها دازت. معكم احمد، صحفي ومهمتي نشر الاخبار. تابعوني باش تبقاو ديما على اطلاع بشنو واقع في العالم. اكبر حدث بكانا كاملين واثر فينا هو زلزال الحوز اللي خدا روح 3000 شخص ودمر المئات ديال القرى وخرج الاف المغاربه من ديورهم باش يتعاونوا مع ضحايا الزلزال. اما اهم حدث فرح المغاربه هو فوز المغرب باستضافه كاس العالم 2030 بشراكه مع اسبانيا والبرتغال. والقرار اللي كانوا يتسناوه المغاربه شحال هذه هو اعتماد السنه الامازيغيه عيدا وطنيا بقرار ملكي، وفي سنه 2024 غادي تكون عطله رسميه في هذا النهار. اما في عالم الرياضه فالمنتخب النسوي لكره القدم تاهل للدور الثاني في كاس العالم للسيدات في اول مشاركه ليه، وسفيان البقالي تيدي اللقب الثاني لبطل العالم في سباق 3000 متر موانع. اما بطلة العالم للملاكمه كانت من نصيب خديجه الرياضي الله يرضي عليها. وفي عالم السياسه الملك وجه رساله للحكومه باش يديروا اعاده النظر في مدونه الاسره اللي قريبه تخرج، واعلن على تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر. وقبل ما يسالي العام نهار 28 دجنبير بدات مليون اسره تستافد من هذا الدعم ومازال غادي يستمر. اما اللي ناوي يشري الدار فالقرار خرج، الدوله غادي يدعموا بشكل مباشر وغادي تعطيه من 7 حتى ل 10 مليون كدعم ابتداء من 2 يناير 2024. السياحه الحمد لله هذا العام بدات ترجع لسابق عهدها، ومراكش حتضنت شله منتقيات ومنتديات، واهمها الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. اما في عالم الصناعه فالمغرب كشف على اول سياره مغربيه الصنع 100%، وسياره اخرى تخدم بالهيدروجين قادها مغربي. ايوا دابا نهضروا على اكثر حاجه شغلات بال المغاربه في هذه الاشهر الاخيره، وهي الاضراب ديال الاساسي بسبب النظام الاساسي اللي تيقولوا عمر عقوبات. وبسبب هذه الاضرابات الدوله قررت تزيد في اجور الاساتذه هم قطاعات اخرى. ايوا دابا نساليو الفيديو 2023 حتى هي بالملحون اللي دخل في قائمه التراث اللامادي في اليونسكو. ايوا سنه سعيده والله يجعلكم اقرب لتحقيق احلامكم وكل ما تتمنوا، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا.